مين هم القادة الأقوياء في إيران اللي تم القضاء عليهم في العملية اللي أضعفت النظام؟ في السنوات الأخيرة، شهدت إيران ضربات موجعة استهدفت شخصيات تعتبر من أعمدة النظام، سواء في المجال العسكري أو الأمني. هذه العمليات لم تكن مجرد أحداث عابرة، بل شكلت نقاط تحول أثرت على توازن القوة داخل الدولة وعلى نفوذها في المنطقة. أبرز الأسماء كان قاسم سليماني، قائد. مين هم القادة الأقوياء في إيران اللي تم القضاء عليهم في العملية اللي أضعفت النظام؟ في السنوات الأخيرة، شهدت إيران ضربات موجعة استهدفت شخصيات تعتبر من أعمدة النظام، سواء في المجال العسكري أو الأمني. هذه العمليات لم تكن مجرد أحداث عابرة، بل شكلت نقاط تحول أثرت على توازن القوة داخل الدولة وعلى نفوذها في المنطقة. أبرز الأسماء كان قاسم سليماني، قائد فق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. سليماني لم يكن مجرد قائد عسكري، بل كان مهندس النفوذ الإيراني في العراق وسوريا ولبنان. قتل في يناير 2020 بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد. غيابه ترك فراغاً كبيراً داخل المنظومة العسكرية، وأثار موجة غضب داخل إيران، لكنه في الوقت نفسه كشف حجم اعتماد النظام على شخصيات محددة. بارز هو محسن فخري زاده، العالم النووي الذي وصفته طهران بأنه من العقول الرئيسية في برنامجها النووي. اغتياله في نوفمبر 2020 داخل إيران شكل صدمة أمنية كبيرة، لأنه أظهر اختراقاً خطيراً للمنظومة الأمنية الإيرانية. بالنسبة لكثيرين، كانت تلك العملية رسالة واضحة حول هشاشة بعض أجهزة الدولة رغم تشددها الأمني. كما شهد السؤال الذي يطرح نفسه: هل أضعفت هذه العمليات النظام فعلاً؟ من جهة، نعم، لأن فقدان شخصيات بخبرة وعلاقات واسعة مثل سليماني وفخري زاده يعني خسارة تراكم طويل من المعرفة والتأثير. ومن جهة أخرى، يعتمد النظام الإيراني على بنية مؤسساتية معقدة، حيث يتم تعويض القادة بسرعة للحفاظ على الاستمرارية. بعد مقتل سليماني، تم تعيين إسماعيل قائني قائداً لفيلق القدس في محاولة للحفاظ على تماسك الجهاز العسكري. لكن التأثير لا يقاس فقط بالأسماء، بل بالرسائل السياسية والأمنية. هذه العمليات كشفت أن حتى الشخصيات الأكثر حماية ليست بمنأى عن الاستهداف. كما وضعت القيادة الإيرانية تحت ضغط داخلي وخارجي، وأجبرتها على إعادة تقييم استراتيجياتها الأمنية. في النهاية، يمكن القول إن اغتيال هذه الشخصيات لم يسقط النظام، لكنه بلا شك هز صورته وأظهر تحديات عميقة يواجهها. وبينما تستمر التوترات في المنطقة، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت مثل هذه العمليات ستغير مسار إيران السياسي والعسكري على المدى البعيد، أم أنها مجرد فصول في صراع